شوفوا بقى البسبوسة الحلوة القمر دي. النهارده بقى كان عيد ميلادي بقى امبارح، بصراحة ما كانش النهارده بس انا منتجته يعني النهارده، عشان امبارح بقى قعدت معاهم واتلهيت. بصوا بسبوسة بقى جميلة. الصراحة لقيتهم جايين، يعني اتصلوا بيا قبلها بكام ساعة، بساعتين كده، قالوا لي احنا جايين لك بقى وايه، وعشان النهارده عيد ميلادك. فقلت ايه ده، طب انا ما عملتش حاجة بصراحة. فقلت بصراحة اسرع حاجة واسهل حاجة صينية بسبوسة. زي ما انتم شايفين طبعا الولاد هيتجننوا كلهم على صينية البسبوسة، كلهم عايزين ياكلوا فيها زي ما انتم شايفين. حبيت بقى اعمل حاجة كده جديدة، فحطيت نص كريز ونص سوداني. زي ما انتم شايفين كده المنظر، بجد الولاد كانوا هيتجننوا. زي ما انتم شايفين بجد حاجة يعني جميلة جميلة جميلة. ما شاء الله اللهم بارك، ايه الجمال ده. مرملة وطرية ودايبة. هي بجد يا جماعة هي حلو، ده ابن اختي طبعا انتوا عارفينه اكيد. زي ما انتم شايفين بصوا البسبوسة يعني منها مدية طعم الهريسة، ومنه مدية طعم البسبوسة، هي طعمها حلو قوي على فكرة. بجد جربوها تعجبكم. حاجة كده جديدة بس طعمها لذيذ يعني. طبعًا ده معايا نُص كيلو من سميد البسبوسة أو سميد السمونيلا، ده بيبقى السميد اللي هو السايب اللي عند العطار. طبعًا أنا جِبت نُص كيلو بس حبيت طبعًا أعبّره قدّامكم زي ما أنتم شايفين كده، عشان طبعًا نشوف هيرمي معانا قد إيه النُص كيلو. طبعًا أنا كنت هاحطه كلّه، بس برضه لازم أعبّره قدّامكم عشان لو حد مثلًا عنده في البيت يعرف مثلًا هيحط قد إيه. زي ما أنتم شايفين كده. طبعًا دي النُص كيلو سميد بسبوسة عبّر معايا كوبايتين ونُص من سميد البسبوسة. زي ما أنتِ شايفة طبعًا، ما بقى إني وصلنا لحد هنا بقى يا حلوين، ما تنسوش اللايك، ما تنسوش الاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. اوعوا تنسوا اللايك يا حلوين والاشتراك في القناة. طبعًا الكوباية دي كبيرة، اللي أنا باعبّر بيها دي كوباية كبيرة، فطبعًا خلّوا بالكم يعني إن الكوباية دي، اعملوا حسابكم إن الكوباية دي كبيرة، فأنا إيه، يعني ما شاء الله أكبر من المَج اللي هو العادي أنتم تشربوا فيه التاني. طبعًا أنا يعني مش هاحط طبعًا قد سميد البسبوسة، مش هاحط يعني قدّه سكر. زي ما أنتم شايفين طبعًا. تعالوا الأول نعمل الكراميل بقى اللي هو بتاع البسبوسة. أنا طبعًا حطيت كوباية من السكر، وهنحطها على النار كده، نار اللي هي الصغيرة، العين الصغيرة اللي عندِك اللي هي بتاعة الرز، ما نحطهاش على عين عالية أوي. زي ما أنتِ شايفة كده عين صغيرة. طبعًا أنا حبيت أوريها لِك عشان تعرفي شكلها. تعالوا بقى إيه، نحط ربع كوباية من المَيّة على السكر، عشان إيه، نكرمل السكر. زي ما أنتم شايفين كده هنسيبه لحد ما يكرمل. من حين لحين كده هزي الحلة كده بالراحة، أو ما تقلبوش طبعًا عشان ما يسكرش من الجنب. طبعًا أمّا قلبته بُص سكر من الجنب شوية. زي ما أنتم شايفين بصوا اتكرمل معايا. معايا بقى 4 معالق كبار مليانين هرمي كده من السمنة أو الزبدة اللي موجود عندِك وبتحبيه وحابة تحطيه حطيه. زي ما أنتِ شايفة طبعًا هانزل بس بالراحة بالله عليكم، لإن الخطوة دي بجد يعني الكراميل بيبقى مولع يا جماعة، فسموا بالله كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعًا بالراحة كده وسموا بالله، وإيه واشتغلوا كده بالراحة عشان الكراميل بيبقى سخن بجد مولع. خلي بالك وانت شغالة، سمي كده بالله وانزلي كده بالمكونات واحدة واحدة. زي ما انت شايفة طبعا نزلت بالاربع معالق سمنة. رحت بقى جبت علبة الزبادي، بس المفروض كنت انا ضربتها بالشوكة قبل ما انزلها، لاني كتلت في قلب صوص الكراميل، فما كانتش لطيفة بصراحة. طبعا انت هتحطي زبادي قد ايه، هتحطي معلقتين كبار مليانين من الزبادي يا اما علبة زبادي. بس انا بقيت كده معلقة. بنتي قالت لي يا ماما نفسي بقى ايه اكل معلقه زبادي، نفسي راحت لها دلوقتي. قلت لها حبيبتي الف هنا، فلو حطيتي العلبه كلها مش هيحصل حاجه يعني. زي ما انت طبعا شايفه طبعا كتل، يعني انا قلبت بس برضو ايه، الزبادي كتل معايا. طبعا نزلت زي ما انتوا شايفين بالراحه جدا. طبعا خلي بالك في الخطوه دي بالله عليكي، بالراحه قوي، سمي بالله كده. زي ما انت شايفه نزلت طبعا بالزبادي، ومعايا كوبايه الا ربع من الميه هنزل بيها. زي ما انتوا شايفين برضو بالراحه، كل حاجه بالراحه، اشتغلوا بالراحه. طبعا يا حله يا طاسه عندك تكون غويطه. انا بصراحه ما عنديش طاسه غويطه، فزي ما انت شايفه كده اشتغلت في الحل عادي، وعادي كل بقى حاجه بتمشي وما فيش حاجه بتقول لا يعني. هي سهله وبسيطه خالص. بصي قعدت اقلب لحد ما سخنت اهي، والمكونات ساحت مع بعضها وصوص الكراميل ساح. زي ما انت شايفه كده هطفي كده خالص. طبعا زي ما انتم شايفين طبعا معايا اهو دي البسبوسه اللي احنا عبرناها مع بعض كوبايتين ونص كبار. ده نص كيلو من دي البسبوسه. معايا بقى معلقتين جوز الهند، معلقتين ونص من جوز الهند. طبعًا تقدري طبعًا تحطي 3 أو تحطي معلقتين بس لو أنتِ بتحبيش الجوز الهند كتير. ده طبعًا كيك شيف زي ما أنتم متعودين طبعًا وعارفين معايا اللي أنا باحب أستخدم كيك شيف في أي حاجة، باحب أستخدم كيك شيف. حطيت معلقة مليانة وإيه ربع معلقة تاني من كيك شيف، عشان تبقى كده إيه مضبوطة، عشان المعلقة دي صغيرة أوي اللي أنا حطيت بيها. لو معلقة عندِك اللي هي الكبيرة سِنّة حطي معلقة واحدة بس مليانة. زي ما أنتِ شايفة طبعًا حطيت جوزة الهند مع الكيك شيف، معلقة وربع من الكيك شيف، وقلبته طبعًا كويس جدًا زي ما أنتِ شايفة كده، لحد ما المكونات كلها تختلط مع بعضيها.
تعالوا بقى نجيب الخلطة اللي احنا عملناها اللي هي صوص الكراميل مع بعض كده، مع السمنة مع الزبادي مع المية زي ما انتم شايفين. بصوا الزبادي زي ما انتم شايفين كده يعني مكتل. ده بسبب ان انا ما ضربتش الزبادي، علبة الزبادي بالشوكة قبل ما انزلها. طبعا انتي ما تغلطيش الغلطة دي. طبعا انتي ضربي الزبادي قبل ما تنزلي بيه على صوص الكراميل. زي ما انتم شايفين طبعا هنقلب طبعا المكونات كويس جدا، بس بالراحة يعني ما تقلبيش جامد قوي. طبعا احنا عايزين نقلب بس المكونات تختلط مع بعضها زي ما انتي شايفة طبعا. وطبعا قبل ما اشتغل في اي حاجة طبعا كنت مشغلة الفرن على درجة حرارة 200، يعني الرف اللي قبل الاوسط. زي ما انت شايفة كده يا دوب ايه قلبت المكونات اللي هي تختلط مع بعضها، يعني احنا مش عايزين نقلب كتير. زي ما انتوا عارفين طبعا يا حلوين يا امارات ان البسبوسة قمر كده زيكم. طبعا لازم نعملها كده. طبعا السمنة عندي كانت متجمدة قوي. انت لو عندك السمنة علبة السمنة في المطبخ، انت لو عندك علبة السمنة بره في المطبخ تقدري تاخدي منها عادي وتدهني على طول. بس بصراحة علبة السمنة كانت عندي في التلاجة والسمنة كانت متجمدة جدا، فاضطريت ان انا اخد نص معلقة كبيرة من السمنة وسيحتها عشان ادهن بيها الصينية. طبعا نزلت المكون اهو، بسبوسه وكده قمر كده زيكم والله. اوعوا تنسوا بقى اللايك يا حلوين والاشتراك في القناه. تعالوا بقى ايه نمسك، فردناها احنا بالمعلقه كويس. تعالوا نهبدها كده ايه كام هبده كده، يعني قولي ايه كده بتاع 6 7 هبدات، 8 هبدات كده قمر زيكم. بس انا عايزه ادخلها هوا، عايزه صينيه البسبوسه بتاعتي تبقى يعني مستقيم، تبقى كل الصينيه تبقى مستقيمه وفي نفس الوقت يبقى داخل لها هوا. بصوا بقى انا غلطت غلطه، دخلتها الفرن ونسيت ان انا هحط لها كريز سوداني. تعالوا شوفوا بقى انا نسيت وطلعتها تاني. طبعا ما لحقتش يا دوب يعني دخلتها ثانيه كده ولا دقيقه وطلعتها تاني. طبعا مسكت الكريز، طبعا جبت ب5 جنيه كريز من عند العطار ومسكته كده. طبعا مسكت الكريزية قسمتها 2. طبعا انا اكلت منه كام واحده وانا واقفه، يعني دي مش الكميه كلها كمان. طبعا قسمت الكريزية 2، طبعا قسمت الصينيه بالسكينه بالنص عشان يبقى عامله نص كريز ونص سوداني. طبعا لو انت عايزه تعملي الصينيه كلها كريز او سوداني كلها اللي انت عايزاه، بس انا حبيت اعمل يعني حاجه كده جديده يعني. طبعا زي ما انت شايفه حطيت طبعا الكريز وبغرز، بس اهم حاجه تغرزيه عشان لما بتستوي بينطر على الوش، فلازم تغرزيه. بقى زي ما انت شايفه طبعا كده درجه الحراره على 100 على 200 قصدي، وعلى الرف اللي قبل الاوسط. وبعد كده ما بتستوي بتاخد لون بقى من تحت بتولع على الشوايه. تعالوا بقى نعمل العسل بتاع البسبوسه. كوبايتين من السكر زي ما انت شايفه. طبعا الكوبايه دي كانتش مليانه قوي، كانت يعني ناقصها يعني حاجه بسيطه كده بتاع معلقتين سكر. طبعا زي ما انت شايفه قدهم ميه، كوبايتين سكر كوبايتين ميه قدهم ميه. سهل، هو عسل سهل وبسيط جدا. العسل عسل كده زيكم والله. تعالوا بقى نحطه على النار، العين برضو الصغيره. دايما ما تيجي تعملي عسل او حاجات دي زي كده حطيها على العين الصغيره. زي ما انت شايفه كده انا سبته. طبعا اول ما العسل غلي على طول نزلت بنص ليمونه. انسي ان العسل يسكر معاكي طالما عملتيه بالطريقه دي. لو عملتي العسل بالطريقه دي عمره ما يسكر معاكي. لو سبتيه شهر في التلاجة في ازازه محكومه عمره ما يسكر معاكي. زي ما انت شايفه كده مجرد ما غلي معايا نزلت بنص ليمونه. زي ما انت شايفه طبعا كده الليمونه عشان كنت صغيره عصرتها، عصرت النص كله. لو هي كبيره شويه ما تعصرهاش كلها، انزلي بنص نص العصره بتاعتها. طبعا انا اسيب العسل لمده قد ايه مثلا، يعني قولي مثلا سبته مثلا لمده 5 دقايق 7 دقايق كده. يعني انا عايزاكي لما تيجي تعمليه بالمعلقه يبقى خفيف، لما يقعد شويه بيتخن سنه صغيره. العسل بتاع البسبوسه ما بيبقاش ايه تقيل يا جماعه، بيبقى خفيف. زي ما انتم شايفين طبعا اتشققت كده. طبعا هي غامقه فانا مش عارفه هي استوت ولا لا، فدخلت طبعا على الشوايه. ايه ده اللقطه دي الصراحه ما ايه ده، بنتي ما جابتش اللقطه انا بصور لما جيت طلعتها. سوري يا جماعه انا اسفه بجد، انا كنت مفكراه مشغله الفيديو في الوقت ده. معلش. طبعا هي حصل ايه لما لقيتها شققت من فوق كده، وطبعا القطر في حمرت شويه، قمت طفيت على الفرن من تحت وشغلت عليها شويه فغمقت شويه زي ما انتم شايفين كده. كده عرفت ليه اتحمرت، طبعا هي اصلا غامقه. فزي ما انتم شايفين طبعا انا هنزل عليها بالعسل اهو. طبعا هي يعني جميله. طبعا العسل اللي بصي بقى متبقى عليها ده ما تقوليش اللي هو مش هتشربه. انت لو غطيتيها وسبتيها بس ساعه زمن هتلاقيها شربت العسل ده كله، مش هيبقى اصلا ليها وجود العسل. اوعي تقولي ده كتير وادلقه، هتيجي تاكلي البسبوسه هتلاقيها ناشفه ومش هتعجبك. هي لازم تاخد الكوبايتين العسل دول، لازم تاخد كوبايتين السكر عشان تطلع معاكي احلى بسبوسه في الدنيا. لو قللتي مش هتطلع معاكي حلوه، خلي بالك. طبعا غطيها وسيبيها. طبعا عشان كنت مستعجله عشان كان عيد الميلاد، يعني سبتها تبرد على الرخامه شويه بعد كده دخلتها التلاجة. كنت عايزاها تبرد بسرعه
فطبعا عشان كان ايه كانوا شويه وكانوا جايين، فقلت طبعا عشان الحق ايه اقدمها لهم في عيد الميلاد وتبقى ساقعه كده وحلوه. فالحمد لله اما جيوا يعني كانت ساعت في التلاجة، وكانت ما شاء الله شربت العسل كله، وكانت ما شاء الله قمر كده زيكم. طبعا الولاد هيتجننوا عليها، هم كلهم عينيهم على الكريز والله. كلهم قعدوا يقولوا لي انت ما عملتلاش بالكريز ليه؟ قلت لهم والله انا حبيت اعمل حاجه جديده. قالوا لي لا انت زعلتينا بصراحه، احنا كنا عايزينها كلها بالكريز. طبعا ما تقلقيش الكريز ما بيتحرقش ولا بيجرى له اي حاجه، زي ما انت شايفه كده زي محتفظ باللون بتاعه وشكله جميل جدا. زي ما انت شايفه طبعا هو بصي بسبوسه يعني حكايه. هي انا قلت لك هي ميكس بسبوسه على ميكس هريسه، هي مديه طعم الهريسه ومديه طعم البسبوسه، بس هي مش قادره اقول لك طريه طريان ومرمره